والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الطلبة، بروتوكول تجريبي. ما هو هذا البروتوكول؟ هو تحضير محلول انطلاقا من كتلة نقية. نشرح أكثر. كتلة نقية يعطيك الكتلة والكتلة المولية تاعها، راح يحضر بها محلول تركيزه سي وحجمه في. إذا هذو الأربعة قادر تكون واحدة منهم مجهولة ويطلب منك إيجادها في التمرين. إذا نبدأ بالتمرين مباشرة. قادر يجيك في الباك عادي جدا. لتحضير محلول تركيزه سي 0.01 مول لتر موانزا وحجمه في كم؟ إذن وحجمه 100 مللتر. ما هي كتلة النحاس سي المستعملة؟ يعطى كتلة المولية للنحاس 249 جرام على المول. إذن الكتلة مجهولة، الكتلة المولية معلومة، التركيز اللي راح تاع المحلول الجديد 0.01 معلوم، والحجم معلوم. إذن كيف يمكننا حساب ان؟ إذن هاي لك عندنا القانون الأصلي اللي هو الكتلة المولية ماذا تساوي؟ تساوي ان كتلة مولية. كتلة مولية. إذا نحبسوا على ام ماذا تساوي؟ تساوي ام في ان. والآن ماذا يساوي يا جماعة؟ الآن ماذا يساوي؟ يساوي هاوليك الآن هذا تاع المحلول اللي استخرجناه هو السي في الفي. إذا نطبق السي هي 0.01، الفي 0.1. في الكتلة المولية 249 راح تتحصل على الكتلة المستعملة في هذه التجربة ماذا؟ قد لقيناه 0.25 جرام. كي يقول لك اشرح لي التجربة في المخبر، واش تقول له؟ نتأكد من الكتلة هذه أولا 0.25 جرام. هذه كيف نتأكدوا منها يا جماعة؟ نتأكدوا منها ماذا؟ إذا نتأكدوا منها ماذا؟ باستعمال ميزان إلكتروني، لأنها كتلة صغيرة جدا. هذه أول خطوة. ثاني خطوة يا جماعة، نضع في حوجلة حجمها قداه يا جماعة في. حنا ناخذ لقينا الحجم عطاها لنا 100 متر، إذا نبدو حوجلة 100 متر، نلوحوا الكتلة ثم نضيفوا لها قليل من الماء. ما نديروش ديريكت، لا، نديروا قليل من الماء المقطر مع الرج الجيد. إذا نزيد لها شوية ماء مقطر، ليس ماء عادي معدني أو غيره، رجها. ثم رابعا نكمل بالماء المقطر إلى خط العيار اللي هو حتى نلحقوا الفي 100 مللتر. إذا نضيف قليل من الماء المقطر مع الرج. هذه يا جماعة جاوبوا لنا في الكومنتات. لا نزيد شوية ونخلط، ومن بعد نزيد كي تخلط بيان نزيد لها الماء المقطر حتى نلحقها ل 100 مللتر. إذا إخوتي الطلبة، أي سؤال اطرح في التعليق أو اكتبه في التعليق، إن شاء الله سوف نجيب. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.